بما ان الصيف داخل علينا والصيف ده موسم البطيخ، فيلا ناخد لنا بطيخه ونعمل بيها حاجه عظمه. بص يا معلم، اول حاجه لازم تتاكد ان البطيخه بتاعتك حمراء. هنقوم مقطعينها قطع صغيره، هنقوم حاطينها في طبق وشايلين منها البذر وجايبين الكيس اللي بيخش التلاجة، ونقوم فاتحينه وحاطين فيه البطيخ بتاعنا وقافلينه كويس وحاطينه في الفريزر 4 ساعات لحد ما يجمد معانا شويه. وعقبال ما تجمد معانا تقوم نازل السوبر ماركت جايب لك جاينا ميكس فانيليا وايس كريم فانيليا. هنقوم فاتحين الفريزر بتاعنا وجايبين منه البطيخ بعد ما جمد وحاطينه في الخلاط، وجايبين الجاينا ميكس فانيليا بتاعنا ونازلين بيه. هنقوم نازلين بعلبه الجيلاتي وسايبين معلقه، هنقوم مجرنشين بيها. هنقوم مكسين كل حاجه مع بعض. هنقوم جايبين المج الجميل بتاعنا ونازلين بالعظم اللي احنا لسه مكسينها. عايزك تبص وتتفرج على القوام اللي انت شايفه ده. هنقوم حاطين معلقه الجيلاتي وشويه بطيخ كده متقطعين، وبس كده احنا خلصنا. وعيش يا معلم، واكتب لي تحت في الكومنتات عايزين نعمل ايه تاني. وبس كده، ويا لهوي على العظم. بما اننا في الصيف والصيف ده موسم الشهد والبطيخ، فيلا ناخد لنا واحده ونعمل بيها حاجه عظمه. بص يا معلم، اول ما تروح البيت هتقوم قاسمها من النص وفاتح القلب وشايل منه البذر. هتقوم قلبها على جنبها تاني وشايل الحته اللي فوق، وتقوم شايل القشر بتاعها. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس انا بعلمك الطريقه الصح اللي انت تقطع بيها. بعدين يا معلم هتقوم جايب لك اي كيس بيخش التلاجة وحاطين فيه الشهد بتاعنا وحاطينه في الفريزر 4 ساعات. وعقبال ما تجمد معانا هتقوم نازل السوبر ماركت جايب لك جاينا ميكس فانيليا وايس كريم بطعم الفانيليا. واول ما نروح هيكون الشهد بتاعنا جمد وحاطينه في الخلاط ونازلين عليه بالجاينا الميكس فانيليا بتاعنا. هنقوم جايبين بولة الايس كريم ونازلين بيها ونمكسوا كل حاجه مع بعض لحد ما يوصل معانا للقوام ده. هنقوم جايبين المج بتاعنا الجميل وحاطين بولة ايس كريم كده على الوش ورشه مكسرات كده في الاخر. وعيش بقى يا معلم. وبس كده احنا خلصنا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين نعمل ايه تاني. وبس كده، ويا لهوي على العظمه. لما تيجي اقول لك ازاي تعمل احلى ميلك شيك لوتس بس من غير لوتس. بص يا معلم، اول حاجه هنقوم محتاجين 2 بسكوت شاي ب 6 جنيه ومعاهم رشه قرفه وعلبه جوانا ميكس فانيليا ب 6. والسر هنا في ايس كريم جيرسي اللي هو بطعم اللوتس ده سعره 5 جنيه. وهنقوم محتاجين صوص كراميل ب 2 جنيه عشان نجرنشه بيه الكوبايه. اول حاجه هنقوم نازلين بالبسكوت بتاعنا في الكبه وعليهم رشه قرفه ونمكسوا كل حاجه مع بعض. هنقوم نازلين بالبسكوت بعد ما طحناه في الخلاط وعليه جوانا ميكس الكراميل وعلبه الايس كريم بتاعتنا، ونقوم مركزين كل حاجه مع بعض. هنقوم جايبين المج بتاعنا الجميل ومجرنشينه بشويه صوص كراميل ونازلين بالعظم اللي احنا عملناها. وزي ما انتم عارفين احنا بنحب نسيب معلقه عشان نقوم حاطينها على الوش وفيهم رشه بسكوت وشويه صوص كراميل. وبس كده احنا خلصنا. واكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين نعمل. بما اننا في الصيف والصيف ده موسم الخوخ، فيلا ناخد لنا شويه ونعمل بيهم حاجه عظيمه. بص يا معلم، اول حاجه هنقوم غاسلين الخوخ بتاعنا ومقشرينه. انا عارف ان في ناس هتقول لي انت ليه منقي الخوخ ناشف. انا نقيت كام واحده ناشفه عشان اعرف اصور بيها. بعدين يا معلم هنقوم مقطعينها قطع صغيره وحاطينها في الخلاط ورايحين لاي حد بتاع عصير جايبين ب 5 جنيه صوبيا ونازلين بيها وعليها بولة ايس كريم، ونقوم مكسين كل حاجه مع بعض. بعدين هنقوم جايبين المج بتاعنا الجميل ونازلين بالعظم اللي احنا عملناها معاها بولة ايس كريم وشويه خوخ متقطعين كده على الوش. وبس كده احنا خلصنا. وعيش يا معلم، واكتب لي تحت في الكومنتات عايزين نعمل ايه تاني. وبس كده. حرفيا لو انت مش هتجرب الميلك شيك اوريو اللي عملوا لك دلوقتي اعرف ان انت فاتك كتير قوي. بص يا معلم، اول حاجه هنقوم محتاجين اوريو واحد صغير واحد كبير ومعاهم واحد جوهينا ميكس فانيليا ومعاهم رشه كاكاو. والتركه هنا في ايس كريم الويتشا ب 4 جنيه. هنقوم محتاجين 2. هنقوم نازلين بالاوريو بالخلاط بتاعنا، وهتنسى ان انت محتاج واحده تجرنش بيها فتقوم حاطط ايدك في الخلاط ومطلعها منها. هنقوم نازلين بالايس كريم بتاعنا ورشه الكاكاو، ونقوم نازلين بالجوهينا ميكس شوكولاته بتاعنا عشان نمكسه كل حاجه مع بعض. بعدين يا معلم هنقوم جايبين الكوبايه بتاعتنا الجميله ومجرنشينها بشويه صوص شوكولاته ونازلين بالعظمه اللي احنا عملناها. ونقوم مجرنشين بنص ايس كريم ويتش دي انا كنت جايبها زياده الصراحه، وشويه بسكوت كده متكسرين وشويه صوص شوكولاته. وبس كده احنا خلصنا يا معلم. وانا كنت جاي اقول